صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رضي الله تعالى عنه هذه المية اللهم إنا أعدائي وأعداءك قولي في البحر كما أوقف خليلك في النار وخاطبتها بها نار كوني فردا وسلاما على إبراهيم فزادت النار جنة الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا حي يا قيوم بحق شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحق ذلك الكتاب سفر لي هذا البلد وأهله وجميع أعدائي وأعدائك وبشر المسلمين والمسلمات بلقائي ورؤيتي وسمي رجوعي إلى دار السلام وطوبى لمن بلا مسافة ولا تسبب مني آمين يا رب العالمين بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل هذه المنية فوق ما كتبت وفوق ما ظننت كما هو عالم كمالي فيما قلت قبلها وجعل زادا وجنة وجنة في الدار
كريم إلهي روض في كل علم لرب ابتدائي في وجودي وغيبتي وبالمصطفى أسكن يحمى سلمي عليه صلاة الله ثم سلامه بآل والصحب مع كل مسلم إلهي على خير البرايا محمد علم سرمدا أزكى صلاة وسلم مع الآل والأرباب درا ومدني سريعا إلى توبى وخلي وعلمي مع الآل والأرباب درا ومدني سريعا إلى توبى وخلي وعلمي إلهي علي الدهر كوني قديم وكوني قديما لا يعلم وفهمي إلهي علي الدهر كوني قديم وكوني قديما لا يعلم وفهمي إلهي من الباب أبغي تبخرا وكسبا وإماما فليكسب وعلمي توجهت للفتى يبقي فتوه وأرجو فيودا منه هو الفيض ينهمي رضيت عن الغالي قليلا قليلا منه أي مفهمي صوتي بالقرآن بسور النوبي على علومي بالقلب والجسم والفم علي روح الوان ما دارني هدى وهدي بالآيات سرنا معلمي شكري ورضواني وحمدي لنافع هداني بقرآن عظيم معظم هو الكنز والنور مبين الذي به علمنا بآل وأصحاب نجوت من العليم
تنحمي بها